السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحبة الحكاية النهاردة السكرتيرة والمدير الجديد، وإيه اللي حصل بينهم في المكتب ده اللي هنعرفه مع بعض في حكايتنا. بس فضلا وليس أمرا ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على الكل عشان يصلكم مننا كل إشعار فيديو جديد ننزله مع بعض إن شاء الله تعالى. صاحبة الحكاية بتقول أنا ندمت ندم عمري بعد اللي حصل معايا واللي عمله معايا مدير الشركة اللي أنا شغالة فيها. إيه اللي حصل بينهم؟ بتقول أنا اسمي رهام، عمري 27 سنة دلوقتي، اتجوزت من شاب وسيم جدا ومحترم جدا وابن ناس طيبين. بس مشكلته إن احنا كان ظروفنا على قدنا، يعني هو موظف شغال في شركة بيقبض مثلا مرتب ولو يكن 5000 جنيه في الشهر. احنا مأجرين شقة بره بيت العيلة، لأن بيت العيلة دورين، أخوه الكبير متجوز في شقة ومامته وباباه قاعدين في الشقة التحتانية، فأجرنا شقة بعيد عن بيت العيلة. إيجار الشقة معانا بياخد 1500 جنيه في الشهر، يعني الشقة محدودة وعلى قدها. جوزي الراتب اللي بيقبضه بقية الفلوس اللي بيقبضها ال5000 جنيه بيحطها كلها في ايدي، يعني ال3500 جنيه بيقول لي خدي الفلوس اللي تكفيكي واللي واصرفي زي ما انت عايزة، وربنا يقدرني كمان اشوف شغل اضافي عشان اساعدك فيه، وكمان يعني افرجها شوية. طبعا زي ما انتوا عارفين الحياة ما كانتش صعبة زي الايام دي، يعني كانت الدنيا تمام. بس انا من طبعي كنت طماعة جدا، ودي مشكلتي الكبيرة. كنت عايزة فلوس كتير، كنت دايما ببص للي في ايد غيري، كنت دايما بشوف اللي بتلبس حلو واللي عندها دهب واللي راكبة عربية، وكنت ببص للعالي قوي. عشان كده قلت له حتى انت لو اشتغلت شغل اضافي هيعمل لنا ايه؟ انا محتاجة ان انا اشتغل عشان خاطر اساعد. يبقى انت معاك وظيفتك وتشتغل شغل اضافي، وانا كمان اشتغل جنب منك عشان يبقى عندنا دخل زيادة نجيب كل اللي في نفسنا. ساعتها قال لي يا حبيبتي انا مش عايزك تتعبي نفسك، انتي ما اتخلقتيش للبهدلة، انتي تقعدي في بيتك معززة مكرمة، وانا كل اللي انا اقدر عليه ان انا اشتغل واطحن في الدنيا عشان اوفر لك عيشة تبقي انت مبسوطة منها. لكن شغل وبهدله وطلوع بره انا مش حابك تتبهدلي. ساعتها اصريت وقلت له لا انا هشتغل، يعني هشتغل، انا مش هقعد في البيت وتركني زي الآلة. قال لي لو انت بتبص على انك تخرجي وتروحي وتيجي وبدل من الحبسه وكده ما عنديش اي مشكله، لكن انا والله ما في نيتي ان انت تتبهدلي. انا عايز اعيشك عيشه مرتاحه، وهحاول ادور على سفريه كده، يعني اسافر في اي دوله عربيه عشان ربنا يدينا احسن من كده. وربنا بيقول لك اسعى يا عبد وانا بسعى، وانا اسعى معاك، وانا بسعى على قد ما اقدر. انا شغال في شركه مقاولات، ربنا بيرضيني ب5000، لو لقيت فرصه عقد عمل بره هناك بيدوا للمحاسبين رواتب اعلى من كده، وان شاء الله ربنا يقدرني وهسافر وهعمل لك كل اللي في نفسك. ساعتها قلت له على ما تعمل كل ده بقى يكون انا اشتغلت وشفت حياتي وساعدت على قد ما اقدر، انت من جهه وانا من جهه، على الاقل حتى اشتغل اجيب اللي في نفسي، اجيب لبس، اجيب مكياج، اجيب عطور، اجيب لنفسي الحاجات اللي هي ناقصاني. ما انا مش هقعد واستناك على ما تخطط وتعمل كل الاحلام دي كلها، ساعتها هيكون انا مليت. لقيته بيقول لي خلاص براحتك اعملي اللي انت عايزاه. ساعتها قعدت ابحث عن النت عن وظايف وعن طالبين موظفات او كده او كده، لغايه ما لقيت شركه عارضه طالبه سكرتيره تكون يعني عندها خبره في اللغه، وتكون سكرتيره متعلمه وخريجه جامعه. المهم انا معايا كليه تجاره زي جوزي، رحت قدمت في الشركه دي وقدمت لهم السي في بتاعي وعملت مقابله وتمت الموافقه. مدير الشركه كان راجل كبير، يعني كان عنده في الوقت ده في حدود 50 سنه، وانا في الوقت ده كان عندي 25 سنة، وكنت متجوزة 24 سنة، وكان لسه ربنا ما امرش ان انا اخلف. ومين اللي منع الخلفة؟ انا اللي منع الخلفة من ورا جوزي، كنت دايما باخد وسيلة منع الحمل من غير ما يعرف. وكل شهر يقول لي ايه مفيش خبر جديد كده يسعدنا؟ اقول له لسه ربك ما امرش، وانا اللي باخد موانع الحمل من وراه. المهم من هنا سبحان الله عشان نيتي رحت قدمت في الشركة واتقبلت على طول. ساعتها لقيت مدير الشركة حالته المادية حلوة قوي، هو يعتبر مدير الشركة وكمان شريك مع صاحب الشركة بالنص. عنده عربية فخمة جدا جدا تعمل لها ملايين، ولبسه كاجوال كل يوم يلبس بدلة شكل. غير كده كمان بيصرف مصاريف قتل. ساعات اسمع
بيكلم السواق بيقول له روح السوبر ماركت جيب كذا وكذا للمدام وهات لها وهات لها وهات لها حاجات تتعدى بس الطلبات دي 6000 جنيه. ما بيجيب لهاش الا افخم الشوكولاتات واحلى الاكلات واحلى حاجات، يعني كلها مستورده. ساعتها قلت يا بخت مراته بيه، لو انا مكانها كان زماني بقيت عايشه ملكه متوجه على عرشي، ولا البهدله ولا انتظار الشهر لما جوزي يقبض لي الكام مليم اللي بيقبضهم، وطمعت جامد في الدخل اللي هو عمال يتكلم فيه والحياة اللي أنا بشوفها من غير ما ياخد باله. هو كل يوم بيتصل على السواق يقول له ودي للمدام الاوردر ده، جيب لي المدام الدليفري ده هي طالباه من المكان الفلاني من المطعم، خده انت ووصله لها للبيت. حياة غير الحياة اللي أنا بشوفها، حياة زي الأفلام بالظبط. ساعتها قلت لنفسي طب وإيه المانع، هو راجل كبير في السن عنده 50 سنة، أبلفه واخليه يقع في شباك حب كده، وساعتها اتطلق من الكحتان ده واللي عمال يعيشني على القد ويقول لي ده انا هسعدك بالكم مليم اللي انا هقبضهم. تعالى يشوف المدير بتاعي بيجيب مرتبه ده شوية حاجات للتلاجة من السوبر ماركت بنفس ال5000 جنيه اللي بيقبضهم، ومش بيجيبهم حاجات الشهر ده، كل يوم ويوم بيجيب نفس الحاجات دي لمراته وبسطها على الآخر. وغير كده كمان كفاية العربية اللي راكبها اللي تعمل لها ولا 3 مليون جنيه. هستنى بقى لما يبقى المكافح ده يسافر ويروح الإمارات ولا السعودية عشان يجيب له شوية فلوس زيادة شوية عن اللي هو بيجيبهم هنا؟ لا، أنا مش عايزة الحياة دي، أنا عايزة أقزح مرة واحدة وأطلع للسما مرة واحدة، أنا عايزة أحقق الحلم ده بسرعة. فعملت إيه؟ دخلت كسكرتيرة للمدير كل شوية أعمل حاجة وأقول له أنا في الأوراق دي عايزة أوريها لك، في الحاجات دي عايز تمضى عليها، في الأوراق دي مش عارف إيه، في فلان بيتصل عليك وحاجز معاه يقابلك. وساعات اقول له مش عايزني اعمل لك قهوه بايديا. وبدات ان انا كل شويه ادخل له باي حجه، كل يوم البس واتمكج واتعطر. وهو طبعا زي ما انتم عارفين اي راجل بيبقى ضعيف عند اي واحده سهله ورخيصه، وفعلا انا اللي رخصت نفسي، عشان لما تعرفوا بقيه الحكايه هتلقوا فيها كوارث كتيره جدا. المهم من هنا بدأت ان انا الف عليه واتكلم معاه، وبدأت ان انا يعني احاول ان انا اعمل اي حاجة عشان اتقرب منه، لغاية ما فعلا بدأنا نتكلم مع بعض. وكل شوية يتصل عليا ويقول لي تعالي لي مكتبي انا عايزك في كلام، او هاتي الورق اللي عندك عشان اشوفه واطلع عليه كده او امضيه. وبدأ هو نفسه زي ما انا كنت بلف عليه الاول عشان خاطر اعوده عليا، بدأ هو ما يقدرش يستغنى عني. وساعتها قال لي قولي لي ايه نظامك، انت متجوزة ولا مخطوبة ولا لسه انسة ولا ايه بالظبط، ولا مطلقة ولا ارملة، ايه حكايتك؟ قلت له لا والله انا لسه متجوزة بقالي سنة بس ما خلفتش، متجوزة من واحد كده على قده وظروفنا على قدنا خالص، عشان كده انا بشتغل عشان اساعده في المصاريف. ما الحياة صعبة والحياة كلها مغرية وطبعا محتاجة دخل زيادة. قال لي الحلو والقمر ده يتبهدل ويشتغل عشان يجيب فلوس يساعد في المصاريف؟ انت مكانك مش في البهدلة ولا في الشغل، انت مكانك تقعدي في قصر على كرسي ملكي كده، وكل يخدم تحت ايديك كده ويجيلك الخدم والحشم كلهم يخدموكي، انت مش مكانك للبهدلة. ساعتها قلت له ازاي يعني؟ قال لي واحدة في جمالك كده وفي رقتك وفي حلاوتك من حقها ما تتبهدلش وتتعب نفسها وتفكر في المسؤوليات والكلام ده، ده انت لو ملكي والله لخليكي تعيشي احلى عيشه، لو طلت اجيب لك النجمه من السماء والقمر نفسه هجيبهولك. قلت له كل الكلام ده ليه؟ انا مش حاسس ان الكلام فيه مبالغه شويه؟ قال لي لا مش مبالغه ولا حاجه، ده انت تخلي الحديد ينطق. ايه الجمال ده والقمر ده، وازاي ان الراجل جوزك ده كده سايبك تطلعي تشتغلي، مش بيغير عليكي، مش خايف عليكي تتخطفي؟ قلت له لا بالعكس هو واثق فيا وعشان كده سايبني اشتغل. قال لي الثقه حاجه والحب والغيره حاجه تانية، انت لو مراتي هحطك كده في باترينا واقفل عليكي، كفايه بس ابص على جمالك، لكن اسيبك في وسط الناس كده واسيبك تروحي وتيجي استحاله. قلت له كلامك بدأ يدوخني وبدأ يلف في راسي، ايه اخرة الكلام ده؟ قال لي مش عارف بس انا حاسس ان انتي يعني مظلومة قوي مع الراجل ده، يا شيخة عايشة حياتك وفكك منه، إيه اللي يجبرك على الفقر ويجبرك على العيشة البهدلة دي، وان انتي تفضلي طول عمرك تشتغل عشان تساعديه بشوية فلوس، والاول وفي الاخر الفلوس دي مش هتغطيكي برضه مصاريف ولا احتياجاتك. انا اللي زيك اخلص منه واتجوز جوازة متريشة كده، بالنسبة كمان ان انت عندك امكانيات عالية قوي وجمالك غطى الوصف. قلت له يعني كده؟ قال لي اه. قلت له يعني انا لو اتطلقت منه هتتجوزني وكده؟ قال لي وايه المانع اتجوزك ما اتجوزكيش ليه، هو انا طول احط حته جوهره زي كده في القصر بتاعي؟
قلت له والله كلامك لف دماغي ويخليني افكر واعيد حساباتي. قال لي طب فكري وعيدي حساباتك وانا معاكي. المهم كل يوم اخش المكتب بتاعه ونتكلم بالساعات وساعات، كان بيبقى المكتب فاضي ونتكلم وهمسات ولمسات، وبدأ بقى يتكلم بالنظرات وباللمس الايد، وبدأ هو يتطول عليا لما لقاني ان انا طبعا يعني طماعة، وده اللي انا حسيته منه بعدين لما خدت الضربة القوية منه. المهم بدأنا ان احنا نتقابل في المكتب ونتكلم كتير مع بعض ونتقرب من بعض اكتر، وبدأ هو يعبرنا عن مشاعره وانا اعبر له عن مشاعري. طبعا انا مش من جوايا حب ولا حاجة لانه راجل كبير، بس الفكرة كلها ازاي ان انا اتجوز جوازة كويسة وعيشة مرتاحة واحقق كل طموحي او كل غروري. طب اعمل ايه؟ كل يوم كنت بخش المكتب وفاكره ان انا بوقعه، وكانت الكارثه الكبيره ان هو اللي بيوقعني. لما حصل بقى ان انا بقيت اروح بيتي بعد الشغل، طبعا انا كنت بروح من الساعه 9 الصبح اروح الساعه 5، كنت باخد دوام كامل. وكان هو في الوقت ده مدير الشركه، كان بيجيب لي كل حاجه لغايه مكتبي، كان بيجيب لي الغدا لغايه عندي من احلى مطاعم ومن اغلى انواع الاكلات. غير كده كمان كان بيهديني بالبرفانات والملابس الفخمة، وساعات كان بيجيب لي ساعات ماركات سويسري، وساعات كان بيجيب لي خواتم ذهب، وبقى يديلي هدايا كتير. كل ما يديلي هدية اتنازل عن بعض الحاجات واهديه بقى، ما انا لازم ارد له الجميل. فهرد له بايه؟ مش بفلوس طبعا لان الحالة ضنك، كنت اردها له باسلوبي بقى، زي ما بيقولوا كده تدلع عليه، وحاجات كتير كنت بستهتر بيها او اسهل معاه عشان يجيب لي اكتر واكتر، لغاية ما بقيت اروح بيتي وانا مش طايقة بيتي وجوزي الشاب الوسيم اللي كان زي القمر، اللي كان فتى احلام اي بنت تتمناه. بدأت ان انا انفر من جوزي، يجي يكلمني اقول له قفل معايا انا جايه تعبانه من الشغل. طب نقعد مع بعض، اقول له مش فايقالك، انا طول النهار واقفه على رجلي في المكتب. طب يا بنت الحلال النهارده الخميس وبكره الجمعه واليوم عندي اجازه، تعالي نقعد مع بعض نتكلم كلمه حلوه، ما انت زي ما انت شغاله، ما انا شغال شغلتين وبكره عندنا اجازه. طب تعالي نسهر بره شويه. طب تعالي، وانا اقول له بعيد عني انا مش متحمله، انا تعبانه طول النهار في الشغل، انا مش فايقالك، انا يوم الجمعه ده بيبقى يوم الراحه بتاعي عشان ارتاح من شغل طول الاسبوع، وبعد كده اقدر اداوم بقيه الاسبوع، فهي مش ايامك دي خالص معايا. بدأ جوزي ينفر مني ويقول لي انت ليه بتعامليني بقسوه كده، وبقيتي جافه، يعني قلبك جافه كده معايا وبقيتي قاسي عليا. لو كان شغلك ده هيعطلك يبقى بلاه منه الشغل ده، وانا عايز ست في بيتي وعايز زوجة تعوضني عن تعب اليوم كله، انا مش عايز الشغل ده ولا عايز الفلوس دي. وان شاء الله انا بدور على سفر وهخلص موضوع الاوراق ان شاء الله، وانا خلاص لقيت عقد وهبدأ ادور على فلوس اصرف اموري عشان اخلص العقد ده واسافر الامارات، وان شاء الله هبعتلك وهنعيش احلى عيشه هناك. مش هننزل ان شاء الله لما يكون ربنا راضينا ونحقق كل احلامنا. قلت له يا كل ده عايزني استناه معاك واعمله معاك؟ لا يا حبيبي انا ما عنديش طاقه ولا طولة بال كده. قال لي صدمتيني، يعني ايه؟ قلت له يعني كل واحد يروح لحاله، انا لسه استناك لما تسافر الامارات ولا تستلف فلوس عشان تجيب تمن العقد وتخلص اوراقك، وبعد كده تسافر الامارات تحاول بقى طبعا تسد ديونك اللي انت استلفتها عشان خاطر تسافر بيها، وبعد كده عديني بقى الايام والسنين على ما تبعت لي، وبعد كده انا جاي اناحي معاك في السفر وانت تناحي معايا، وبعد كده نعمل مستقبل ونعمل حلم قدامي ولا 15 20 سنة. لا يا حبيبي انا ما عنديش طاقة لده كله. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. قال لي كده على طول بسهولة كده؟ قال لي قلت له ايوه، هو مش الجواز برضا النفس؟ قال لي اه. قلت له الجواز بيبقى عن تراضي؟ قال لي اه طبعا. قلت له خلاص والطلاق بيبقى عن تراضي، انا مش عايزه اكمل معاك، بتهيألي دي حاجه ترجع لنا ودي حريتي الشخصيه. قال لي يعني كده؟ قلت له اه. قال لي مين لف دماغك بقى وغيرك من ناحيتي؟ ما احنا كنا كويسين مع بعض. قلت له عمري ما كنت كويسه معاك، وعمري ما حسيت معاك بالراحة، وعمري ما حسيت معاك بالحياة الحلوة اللي أنا كنت بحلم بيها. من يوم ما اتجوزتك بقالي سنة وأنا عايشة على القد اللي بتجيبه على القد، وكل ما ابقى نفسي في حاجة قلق الدخل بسيط معرفش اجيبها. فين الحياة وفين المتعة اللي انا عايشاها معاك عشان تيجي تتكلم تقول لي انت حد لف في راسك؟ ده انا لو ما كانش حد لف في راسي انا لف راسي بنفسي من اللي انا شايفاه من حياتي معاك. طلقني وكل واحد يروح لحاله،
قال لي من قلبك؟ قلت له اه من قلبي. قال لي خلاص مش هرد عليكي دلوقتي، وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده، وفكري يا بنت الحلال واستخير ربنا وبلاش شيطانك يوزك. قلت له برضو نتطلق. المهم من هنا فضلت مصممة على الطلاق. هو طبعا ما طلقنيش، قعد يقول لي هديكي فرصة تفكري كويس، وانا كل يوم انكد عليه لغاية ما اجبرته ان هو يرمي عليا يمين الطلاق. في الوقت طبعا ايام المشاكل اللي كنت كل يوم بشاكل معاه، كنت مع المدير بحرية تامة خالص، وعمالة اقول له هانت كلها كام يوم واتطلق منه، خلاص انا طلبت الطلاق. واللي هو يقول لي بجد يا روحي خلاص هنبقى لبعض. وتنتي معاه طبعا في المكتب نستنهز اي فرصة ان ما يبقاش في عملاء او في موظفين، او المكتب الكل يروح منه الساعة 5، اتأخر انا كمان ساعة، والساعة دي كنا بنقعد ناخد راحتنا فيها في المكتب، ويحصل بينا وبين بعض تجاوزات كانت صغيرة. وبعد كده لما انا اتطلقت من جوزي، طبعا لما ضغطت عليه واتطلقت واهلي كانوا رافضين ان انا اتطلق، قلت لهم لا انا هتطلق واعيش حياتي، انا مش مرتاحه معاه. هو مش لاقي مصاريفي ولا دخلي، وانا دلوقتي بشتغل سكرتيره في مكتب كويس ودخل كويس، وانا مش هفضل طول عمري اشقى واتعب عشان اديله. المهم اقنعت اهلي ان انا عايزه اتطلق بعد ما كانوا رافضين تماما، وخدت سكن بعيد عن اهلي قريب للشركه، سكن صغير كده، ولميت فيه حاجتي لاني خدت كل حاجتي كامله، وهو اداها لي برضا نفس. ساعتها عرفت ان انا خلاص يعني اللي بيني وبينه اتنهى، خلاص ما عادش بقى قدام الا المدير اللي هوقعه في مصيدتي وفي شباكي. المهم لما انا اتطلقت طبعا 3 شهور العده لازم اصبر 3 شهور العده عشان يكتب عليا، زي ما هو كان بيقول قدامنا 3 شهور واكتب عليكي. في خلال ال3 شهور دول لازم نقرب من بعض ونبقى يعني نتعود على بعض، عشان لما نيجي نتجوز ما يبقاش خبط لزق كده. فبدأ ال3 شهور اللي احنا كنا مع بعض فيهم ان هو يتجاوز معايا وانا اتجاوز معاه، لغايه ما حصل علاقه بيني وبينه قسمه مرة واتنين وتلاتة. وهو طبعا وعدني ان احنا مش قادرين نبعد عن بعض عشان خاطر مستنيين العدة، ومش هينفع يجيب مقاسون يكتب عليا الا لما يكون وافية 3 شهور، وانا مش هصبر ال3 شهور دول كلهم، ما احنا كده كده هنتجوز، فخلينا كأننا متجوزين ونتعامل كأن احنا اتنين متجوزين على ما فترة العدة دي تعدي. انا اتجوزت معاه، وطبعا اتجوز معايا لغايه ما عملنا اكتر من مره علاقه تغضب ربنا. ربنا يعافينا ويعافيكم من الحاجه اللي مش كويسه اللي بتغضب ربنا ديت. لغايه ما لقيته في مره قال لي انا خلاص. قلت له خلاص ايه؟ قال لي خلاص انا مراتي حست ان انا متغير عليها، وبدات تشك ان بيني وبين اي واحده حاجه، ودلوقتي بصراحه مش هقدر ان انا اكمل معاكي. قلت له ما تقدرش تكمل معايا ازاي يعني؟ قال لي يعني ما اقدرش اكمل معاكي، مراتي بتقول لي ان انت متغير عليا، لان لما بروح من الشركه هنا بكون مهدود وبروح انام، ومراتي حست ان انا متغير وبتقول لي انت فيك حاجه متغيره ومصيرها هعرف، وانا خايف لا تفتش ورايا وتعرف ان انا في بيني وبينك اي علاقه، فعشان كده لازم نبعد الفترة الجاية دي كلها عن بعض، وكل واحد يشوف مصلحته. انا بصراحة شايف ان انت ما عادش ليكي لازمة ان انت تشتغلي في الشركة، خدي فلوسك وخدي مرتباتك بتاعت السنة، وهديك مكافأة نهاية الخدمة بتاعت السنة ديت، وشوفي لك شغل تاني. انا ممكن كمان اشوف لك شركة تانية يكون فيها شغل اعلى من كده ورواتب اعلى من كده. انا ليا اصحاب كتير ومعارف، وفي رجال اعمال كتير بيحتاجوا سكرتارية، ممكن اتوسط لك، لكن معلش مش هينفع ان انت تكملي معايا في الشغل، لان ممكن مراتي تيجي في اي وقت وتشوفك وتبقى كارثة كبيرة. كارثة كبيرة أنا مش قدها، فعشان كده لازم تبعدي عن الشركة خالص. أنا مراتي شكاكة وغيورة، وكل حاجة أنا وهي مشاركة فيها، يعني حتى نص الشركة ليها الربع وأنا الربع، ومش عايزة أخسر مراتي. مراتي واصلة ومن عيلة كبيرة قوي، ده ممكن لو عرفت أي حاجة تدمر حياتي كلها، وأنا ما أقدرش إن أنا استغنى عن حياتي ديت، لأني بيني وبينها عيال، وبيني وبينها عشرة كبيرة، وبيني وبينها مصالح صعب إن أنا أهدها. المهم ساعتها عرفت ان انا اتهزقت واتهنت وضحك عليا. حتى انا قلت له طب ما دام انت نيتك كده سبتيني اتطلق من جوزي ليه، وخربت عليا ودمرت حياتي، وبقالي شهرين قاعده معاك بعد طلاقي زي العبيده، كاني جاريه تحت رجليك، اللي بتأمرني عليه بعمله لك، وخلتني يعني انحل معاك واعمل معاك علاقه مش كويسه، وبدات ان انا اتنازل على اني عارفه ان انت كده كده هتتجوزني، فكنت بتعامل معاك على اني هعطيك الثقه العمياء. ما دام انت نيتك الغدر ده، ايه اللي خلاك تخرب عليا؟ لقيته بيقول لي كله بتمنه يا شاطره، ما انا لقيتك برضو
بصلي عشان قرشين، وبصلي عشان حتتين دهب وشوية فلوس وشوية لبس وبرفانات. انا حققت لك كل طموحك. انا اعرفك بقالي 4 شهور، بتهيألي ما قصرتش معاك، وكله كان بتمنه، وكنت بدفع كله كاش ماني مقدما قبل اي حاجة. انت كان نفسك في حاجات اعملها لك وانا عملتها لك وخلاص، انت خدت مصلحتك وانا خدت مصلحتي، يبقى خالصين. قلت له لا، الموضوع مش هيعدي كده بسهوله، انت خربت بيتي وخربت عليا وخلتني اتطلق من جوزي على امل ان انت تتجوزني. انت فاكر ان انت لما تعمل معايا كده انا هعديها لك واسيبك كده وهمشي من الشركه بسهوله؟ قال لي بقول لك ايه يا شاطره، كل اللي عملته معاكي انا مصوره فيديو. قلت له ازاي يعني؟ قال لي يعني اي علاقه عملتها معاك في المكتب صوت وصوره عندي. ولقيته بيفتح التليفون وبيوريني مقطع كده من اللي انا كنت عاملاه معاه، ووشه مش باين، انا اللي كل حاجه فيا باينه. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني لو ما مشيتش من هنا بأدبك انا ممكن ارفع الفيديوهات ديت على النت واخليكي سمعتك على كل لسان. هتلمي نفسك هلم نفسي معاكي، هتهيني نفسك هفضحك. وزي ما انت شايفه التصوير بتاعي متسلط كله عليكي، انا مش باين فيه، انت اللي واضحه وانت اللي باينه وانت اللي مرخصه نفسك. فعشان كده يلا يا شاطره، كمان كنت هديكي بقيه الاتعاب وشهر ومكافاه، ما تستاهليش ان انا اديلك اي حاجه. يلا يا شاطره من هنا مشي، بدل ما اجيب الامن والسكيورتي اللي بره يشيلوكوا ويرموكوا في الشارع من الدور التالت. المهم مشيت وانا متهزقه وحاسه ان انا مخبوطه على دماغي. كان عدى خلاص من طلاقي شهرين. حاولت ان انا اكلم جوزي وان انا ارجعه واقول له انا ندمت لما بعدت عنك، وعرفت قد ايه ان انا يعني ما كنتش فاهمه يعني ايه جواز ومسؤوليه، وان انا ندمت عليك لما انا بعدت عنك، حسيت ان انا خسرت الدنيا وما فيها. المهم برن عليه وبكلمه بقول له انا ندمانه وعايزين نرجع لبعض. لقيته بيقول لي انت ارخص واحده عرفتها، وعمري ما اقبلك تعيشي في حياتي تاني. يلا يا شاطره، ما عدتش ترن هنا تاني. مش كنت نفسك تطلقي وتخربي بيتي وتاخدي كل اللي في الشقه وتخليها لي على الحديده؟ وانا حققت لك كل اللي انت عايزاه، وانا دلوقتي